بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بداية كده يا أخي، لو أنت في هذا الأمر اللي احنا فيه دلوقتي والعالم اللي بيشهده دلوقتي ما بين حرب ما بين إيران وإسرائيل وأمريكا وهذا الأمر، يعني لو أنت مش عايز ننظر إلى هذا الأمر بنظرة قرآنية ونظرة دينية، فالفيديو دوت مش هينفعك، وأنصحك تقلب وما تتفرجش عليه. ده بداية كده. أما لو أنت يهمك الأمر إن أنت ترجع للتأصيل الديني، قرآن وسنة بإذن الله عز وجل، فممكن الفيديو دوت ينفعك، وأسأل الله عز وجل أن يسددنا في هذا الأمر. بداية كده، العالم دلوقتي يا أخي بيشهد مطحنة، يعني مطحنة. كل واحد فينا بيسأل إحنا فين من اللي بيحصل ده؟ إحنا فين يعني؟ الحقيقة يا أخي والله، إن اللي بنشوفه ده مش مجرد سياسة، مش مجرد سياسة. دي حاجة اسمها يا أخي سنة التدافع. سنة التدافع، يعني اللي انت بتسمعها على طول لما تلاقي حد كده بيقول لك ربنا يضرب الظالمين بالظالمين. على فكرة اللي بيقول كده صح جدا، وهقول لك ليه قدام. اللي هو ربنا يضرب الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين. نقول ان سنة التدافع، عشان برضو ايه تقول لي انت سنة التدافع، انت جايب الكلام ده منين؟ هقول لك والله، يعني كل كلمة هنتكلموها هتلاقيني راجع بيها للقرآن بإذن الله. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني اللي بيحصل ده حاليا كده تصفية حسابات بين قوى نفوذ احنا فيها كأهل سنة وجماعة كعقيدة صحيحة، هم الحطب في هذا الأمر. موضوع ان امريكا واسرائيل وايران والقوى الكبرى، الامبراطوريات الكبرى دول يخبطوا في بعضهم دلوقتي. انت كمسلم عالم ان الله عز وجل عالم بكل شيء في الكون. لو ورقة شجر وقعت في اندونيسيا وفي نفس الوقت واحد قتل التاني في مصر والتالت قتل التاني في نيجيريا والرابع كان بيدفن حد في الصومال، كل دوت في علم الله عز وجل لو انت صاحب عقيدة صحيحة. فأمر إن أنت تشوف هذا الأمر، فأنت تعلم يقينا أن الله عز وجل له حكمة في هذا الأمر، أنا وأنت لا نعلمها، ولكن نقول بما قاله الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. موضوع ان واحد، يعني ان الاثنين القوى الكبرى دول يفضلوا كده موجودين، الارض هتفسد. فموضوع ان الحرب تقوم ما بينهم، هذه سنة التدافع الذي نتكلم عنها، تصفية حسابات. واحنا فيها مش مجرد، يعني مجرد حطب، مجرد حطب بيستخدموه لإشعال هذا الأمر. ده المقدمة اللي أنا عايز أتكلم فيها يعني. بعض الشبهات اللي كان بتقابلني، إن في حد كان بيقول لي: يا يوسف، إحنا مع المظلوم، احنا مع المظلوم، حتى لو دوت عقيدته باطله ودوت عقيدته باطله، فاحنا مع المظلوم. والله وانا معاك، انا معاك ان الاسلام دين عدل، والاسلام دين التراحم ودين العدل وكل شيء. بس اسمعني كويس. السياسه دلوقتي، وعلى فكره في فرق ما بين السياسه الشرعيه والسياسه اللي هي السياسه العلمانيه اللي احنا عايشينها دلوقتي وبنشهدها. اي حد يقول لك دي سياسه شرعيه، قول له انت كذاب. قل له هذه ليست السياسة الشرعية. السياسة الشرعية التي تقام على ما قال الله وقال الرسول، فهذه التي نشهدها في الكون كله ليست سياسة شرعية. فنقول إن موضوع السياسة حاليا بقت تمثيلية كبيرة جدا، وبتستخدم عاطفتك عشان توجهك لمشروع تاني خالص. وده على فكرة مصير اللي مش بيرجع للكتاب والسنة. ده مصير اللي مش بيرجع للكتاب والسنه، بيستخدم العاطفه، واحنا ديننا ما فيهوش عاطفه. ديننا فيه قال الله وقال الرسول وما فعله الصحابه. تمام كده؟ فزي ما قلت لك بيستخدموا عاطفتك عشان يوجهوك لحاجه معينه. الطرف اللي انت شايفه مظلوم النهارده دوت هو اللي كان بيظلم شعوبك واخواتك المسلمين في بلاد تانية، العراق وسوريا و... والعراق وسوريا واكثر من بلد، اكثر من بلد، بالذات سوريا والعراق. فموضوع اللي هو النهارده دوت
مظلوم، هو اللي كان بيظلم شعوبك وكان بيعذبهم، وكان بيقتلهم بدم بارد ويعذبهم في السجون. اقسم بالله رأيت بعض الفيديوهات لهؤلاء اللي هم ايران دول وهم بيعذبوا اهل السنة والجماعة. اقسم بالله يعني ما عرفت اتفرج على الفيديو ولا اكمله. لعنهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، المجوسيين عبدة النار. فنقول ان دوت كان يعني ايه اللي انت بتدافع عنه دلوقتي دوت، هو كان بيعذب شعوبك واخواتك المسلمين. فالحق هنا يا اخي ميزان ثابت مش بيتحرك، مش استيكه هو بنمطها حسب المصلحه مثلا، لا. طب انا الكلام دوت اللي انا قلته دوت كله بقى، هل انا بتكلم من دماغي؟ لا. يعني الموضوع بفضل الله انا اعمل عليه بحث يعني وقرات فيه. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. كرهك العدو مهما كان قذر، مهما كان وحش، ما يدكش الحق انك تلبس ثوب البطوله، تلبس ثوب البطوله لواحد عقيدته قايمه على هدم دينك انت وسب اصحاب نبيك والطعن في نبيك وعرض نبيك من عائشه رضي الله عنها. فسبحان الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. كرهك لعدو مهما كان هو كان عامل ازاي، ما يدكش الحق، ما يدكش الحق انك تلبس ثوب البطوله لواحد عقيدته قايمه على هدم دينك. يا اخي اتق الله وافهم كده واعي ما اقول. وديت برضو اللي هي موضوع احنا مع المظلوم دوت، يعني الايه ديت تنسفها موضوع ان انت ترجع اي حد يتكلم كلمه ترجع بيها لكتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يخليك اقسم بالله حد يقدرك الا الله عز وجل. فدي حاجه، دي حاجه. نرد بقى على احد الناس كان بيقول لك، هو كان بيقول لك ايه؟ احنا عارفين ان هم وحشين، الاتنين وحشين، بس احنا مضطرين ان احنا نكون في فسطاط من الفسطاطين دول. يا اخي يا اخي، اكبر ظلم، اكبر ظلم، اكبر ظلم لو انت بتتكلمني في الظلم، اكبر ظلم هو الظلم في حق الله عز وجل. اللي بيحصل ده تدافع مصالح، الموضوع مصالح مش حرب انسانيه ابدا. المشاريع دي بتتاجر بكلمه مظلوميه، ايه الاقصى والقدس وعايزين نحرر القدس دي عقيدتهم اصلا، دي عقيدتهم. ايران ديت عقيدتهم التقية ديت اللي هي بيكذبوا عشان يعني ايه ياخدوا عاطفتك عشان تنصرهم وبعد كده يقلبوا عليك تاني. هي ديت عقيدتهم، هي ديت عقيدتهم. فموضوع اللي هم يتاجروا بالكلمة وانت تروح بالعاطفة، لا، عشان تجرك لمعارك مش معاركك اصلا وتخليك جندي في جيش بيحارب هويتك. بلاش جندي، بكلمة يا عم، بكلمة. انت بكلمة واحدة انت ممكن تنصر جيش اصلا بيهدم دينك. انت واخد بالك؟ انا دلوقتي في حصن في مدينتي، في واحد اصلا كل شويه بيشتم فيا بره. اللي بيشتم فيا بره دوت يعني بيحارب واحد تاني. فاللي بيحارب واحد تاني دوت اللي هو اسرائيل مثلا، انا بروح اللي انا بنصره على الواحد التاني اللي هو اسرائيل ده. طب يا عم انا خليني في مدينتي، انا مالي، انا مالي. ده الاثنين اصلا عايزيني، الاثنين عايزين اللي هم يحتلوا مدينتي، الاثنين اسرائيل او امريكا او ايران. عشان كده بقول يا جماعه، حتى انا كاتب في الفيديو المسلمين وامريكا وايران، ده في مركب وده في مركب وده في مركب. ما تضمنيش انا في مركب، انا كمسلم ما تضمنيش في مركب معاهم. امريكا وايران واسرائيل في كلها عقائد متفرقه، والعقيده الصحيحه عقيده المسلمين ان الدين عند الله الاسلام. المسلمين في مركب وايران في مركب. اسال الله عز وجل ان يخليكم تعوا ما اقول. المسلمين في مركب وايران في مركب. عقيده ايران الاثنى عشريه هي في مركب ونحن في مركب. اسال الله عز وجل ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. بس يا جماعه لا، المفروض اللي احنا يعني في الوقت دوت لازم يعني ايه يكون في وعي، لازم نعي كل شيء بيحصل حوالينا. فدي حرب مصالح، حرب مصالح العاطفه بتستخدم فيها، ممكن تخليك جندي في جيشهم وانت فاكر انك بتنصر الحق عشان ديني بينصر الحق. يا عم انصر حق دينك انت، انصر نبيك انت، انصر عرض نبيك، انصر اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. النار مست الخليج كلها دلوقتي، النار بقوا بيضربوا في الخليج كلها. ليه؟ عشان بقى عملوا قواعد عندهم. ما هم دول، ما دوت الركون بقى،
هم ركنوا للذين ظلموا، والظالمون هم الكافرون، فممكن الظالمون تطبق عليهم الكافرون عادي. فالركون بس، الركون بس ان انت تكون بس معاهم بالكلمه، او تكون معاهم باي شيء. الركون بس مش انك تحبهم، الركون انك تدي للظالم صق كده براءه، تقول له براءه بس عشان بيضرب عدوك، خد انت براءه من اللي انت بتعمله معايا بس عشان انت بتضرب عدوي. لا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فهذا والله كما سميته فصل الخطاب في زمن الفتن والصراعات، المسلمين وامريكا وايران، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون لو بالكلمه، الركون لو بالكلمه. انت اكنك جندي خاين في مدينه، في مدينه وعايز تدخل حد جوه عندك، انت واخد بالك؟ فيا اخي ملخص هذا الامر، ملخص هذا الامر، احنا ايه ليه نعمل ايه في الحرب ديت يا اخي؟ انت ليس لك جمل ولا ناقه في هذا الحرب. اه والله كما كنت بتكلم مع احد الناس يعني من قريب، قال لي يعني ايه تشجع اللعبه الحلوه يعني؟ قلت له لا والله مش بنشجع اللعبه الحلوة. احنا ايه بس نخلينا كده ايه قاعدين، حتى الصواريخ اللي رايحه جايه ديت احنا ما نسالش الصاروخ ده جاي منين، احنا عارفين ان الاتنين بيدكوا في بعض بس. فانت ما تقوليش بقى انت لازم تكون في حته، لا يا عم الاتنين اصلا عايزين يهدموا ديني. الاتنين عقيدتهم، الاتنين مشركين في عقيدتهم، واحد كافر والتاني مشرك، وفي فرق ما بين الكافر والمشرك. فسبحان الله، ما تحطنيش انا في فسطاط، انا ليا فسطاطي. انت اكنك انا رافع رايه، هم رافعين رايه، واسرائيل رافعه رايه، ايران رافعه رايه، وانا رافع رايه كمسلم، وامريكا رافعه رايه، واسرائيل رافعه رايه. انت بتقول لي ارمي رايتك ديت وروح بس انصر ده. لا يا عم انا مش عايز ارمي رايتي، لا انا مش عايز، ولو بالكلمه، ولو بالكلمه، لا انا عقيدتي اغلى من اي كلمه. لا انا ما اتنازلش، انا ما اتنازلش. الكلام ده كمان يعني انت اصلا مستضعف وبتقول لي الكلام ده، انت اصلا مستضعف، انت كمسلم مستضعف صاحب عقيده صحيحه، انت مستضعف وبلادك اصلا بتتضرب في الخليج ومحدش بيتكلم باسمك انت. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ سبحان الله. فالخاتمه في هذا الامر، عايزين نكون يا جماعه مع الحق بجد. الحق مش صواريخ بتطير ولا صواريخ رايحه جايه، الحق في الرايه اللي انت شايلها. الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحتيها بقى إيه؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والتابعين والسلف الصالح. أنت واخد بالك؟ الحق هو إنك تبني نفسك وتتعلم دينك الصحيح، ولا تستمع لأي ناعق يصيح فيك. ما تستمعش، دور على كلامه وافهم كلامه دوت بيقول كده ليه، وهو مستند بآية ولا بحديث ولا افهم. مش اي حد كده يقول لك تقول له اه انت صح، لا. ومش بالعاطفة، ديننا مش بالعاطفة. وتعرف ان نصر الله عز وجل لا يستجلب بالتحالف مع من يطعن في اصول دينك ولو بالكلمة، ولا حتى لو هتنصره بالكلمة. ويأبى الله عز وجل أن يتم نوره ولو كره يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. النور ده مش هيجي بتسفيق لمشاريع، المشاريع اصلا قايمه على هدم دينك. ففوق يا شباب، فوق يا شباب، احنا امه لها رايتها المخصوصه. خلي يعني ايه حكمك في هذا الامر؟ اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. فوق يا شباب، احنا امه لها كرامتها، مش امه بتستنى صدقه نصر من اطراف بتضحك علينا اصلا. وقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. على ما أتذكر الآية يعني، لا أتذكر يعلمون أو يفقهون، ولكن هم لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا المنافقون. وسبحان الله، تقرأ سورة الحشر النهاردة أو المنافقون، تلاقي هذا الأمر، تلاقي هذا الأمر، تقرأ وكأنك بتقرأ عن إيران وإسرائيل وأمريكا. المنافقون هم إيران. المنافق هو الذي يبطن الكره والحقد للإسلام ويظهر الإسلام. أبدا أبدا. سبحان الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا يا رب بهذا الكلام يعني.